علاقتك بربنا مش بتقف في الصلاة والدعاء بس، دي بتظهر في كلامك وفي نبرة صوتك وفي صبرك وفي غضبك وفي طريقة حبك. اللي يعرف يحب ربنا وهو ناقص يعرف يحب الناس وهم ناقصين، واللي مش قابل نقصه قدام ربنا عمره ما هيقبل نقص غيره. في البيت كل حاجة بتبان مع الأهل. اللي شايف ربنا ستار هيستر تقصير أهله، اللي شايفه رحيم هيرحم ضعفهم، اللي شايفه صبور هيصبر على طباعهم، لكن اللي شايف ربنا متربص هيبقى متربص بأهله، مستني الغلطة، ماسك الدفتر ما بينساش. مع الزوج أو الزوجة الحب الحقيقي مش في الكلام الحلو بس، في الصبر لما الكلام يخلص، في الستر لما العيوب تبان، في التنازل لما الحق يبقى تقيل على القلب. اللي مش عارف يحب ربنا وهو مش كامل مش هيعرف يحب إنسان مهما قال بحبك. والأولاد ربنا بيعلمنا فيهم درس كبير، بيهذبنا وبيبنينا وبيبنيهم وبيعلمنا وبيعلمهم. فاللي متعلم من ربنا يربي بالحب قبل الأوامر وبالاحتواء قبل العقاب. وبره البيت في الشارع وفي الشغل ومع الناس نفس القاعدة شغالة. اللي قريب من ربنا ما يظلمش حتى لو قدر، ما يغدرش حتى لو اتغدر بيه، ما يفرحش في أذى غيره حتى لو كان خصمه، يعرف يختلف من غير ما يكره ويواجه من غير ما يهين. وفي استقبال الرسائل من الناس الحب بيبان، مدح يقول الحمد لله، نقد يراجع نفسه، ظلم يسيب حقه في ايد ربنا. لكن الشيطان بيرجع يهمس، رد، كسر، خليك قاسي علشان ما يركبوش عليك. ومرة ترد ومرة تقسى ومرة تقفل، لحد ما تنسى ان القوة الحقيقية مش في القسوة، في الثبات. القاسي مش شرير، القاسي مجروح، ورا كل قسوة حكاية متحكتش، وجع متعالجش، خذلان اتساب جوه القلب. والشيطان بيستغل الجرح ويقول شفت، الحب بيكلف، خليك لوحدك أأمن. والطريق للعلاج بيبدأ من فوق، من ربنا مش من الناس. تصحح صورتك معاه وتصحح صورتك عنه، تقرب له بحب وبصدق مش بخوف، تسمح لنفسك تحس، تسامح مش علشان اللي ظلمك يستاهل، لكن عشان قلبك يستاهل يعيش حر. اللي يتصالح مع ربنا بيتصالح مع نفسه، ولما بيتصالح مع نفسه يعرف يحب الناس من غير ما يتكسر. وما ينفعش تقول بحب ربنا وانا كاره الناس، لان ربنا خلقك علشان تكون رحمة ماشية، مش قاضي ماسك مطرقة ولا قلب مقفول خايف. الشيطان عايزك لوحدك، ربنا عايزك مع الناس. الشيطان عايزك تشك وربنا عايزك الشيطان عايزك تقفل وربنا عايزك تفتح قلبك بحكمة. وفي الآخر القصة كلها بسيطة، ولو انت بتحب ربنا صح هتلاقي نفسك بتحب الناس وتتغاضى عن حاجات كتيرة جدا. فلو عايز تعالج قسوتك قرب من ربنا بقلبك وسيب الشيطان يتكلم لوحده، انت ما تسمعش غير لصوت الرحمة.